تعملي خبز صاج بالبيت بدون صاج وباللي متوفر عندك وبيطلع معك نفس اللي مساوي على الصاج بطراوته وطعمته. وعاء حطيت كوبين من الطحين الأبيض، لعيار الكوب عندي 200 ملي. فيكن تحطوا بأكواب المقاس، كل كوب مقاس هو 100 ملي. طلع عندي هون 400 ملي أو 400 جرام طحين. ضفت معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر، وحركت المكونات سوا، المكونات الجافة، وبعدين بنزل عليهم بكوب من الماء الفاتر بس بالتدريج، وبلم العجينة معي. إذا لقيتها بحاجة لطحين بضيف لها، إذا بحاجة لمي كمان بضيف لها. نعمتها، بعدين نعمتها بمعلقة من الزيت النباتي وحطيتها على جنب. بباشر بتقريصها بهذا الشكل، وبعد منها ببخها ببخاخة مي، وهذا الشي الخطوة ضرورية. وبعدين بغطيها بقطعة قماش، بنتركها ترتاح نص ساعة. وبعدين بدي أعلمكم كيف بنعمل الدفة اللي بنحط عليه العجينة. جبت غطا طنجرة، حطيت عليه قطع قماش، غطيته وربطته بمطاطة من ورا مشان أعرف استحكم فيه. بعد ما ارتاح العجين فردت أول قرص بهذا الشكل حتى يصير معي بهي الرقة. التيفالي على النار بدها تكون حامية وجاهزة. وهلا باخد الدف وبفرد عليه الرغيف الخبز بهي الشكل. هو طبعا رقيق، بفرده من على الأطراف وبخه بالمي. البخ المي هون كتير كتير ضروري، من دونه ما راح يزبط معكم رغيف الخبز. بهذا الشكل مسكتها حطيتها بالتيفالة وضربتها بهي الطريقة. نستنى عليه لمدة دقيقة أو نص دقيقة لحتى نشوف الأطراف هيعطينا هذا الشكل. شايفين كيف عطينا مثل شكل الصاج وشكل الخبز التنور ما شاء الله. نفتلها على الجهة التانية ومنخليها نص دقيقة. إذا لقينا الغاز كتير حامي بنوص الغاز على الوسط ومنكمل بقية الأقراص على هي الطريقة. طبعا نكون مجهزة جنبا مني كيس وبشكيرين، واحد من فوق واحد من تحت. كل ما بخلص رغيف بحطه بقلب الكيس وبغطيه حتى تخلص معي كل الكمية. شايفين كيف طالع الرغيف ما شاء الله، بجنن وشفاف ما له سميك أبدا. نفس خبز التنور اللي بنشتريه من السوق. طلع معي هون 15 رغيف، مناسب للف السندويش، للفول المدمس، كمان لسندويش الشاورما. كتير طيب وطري، وبضل عندكم 3 أيام ما بيصير له شي بإذن الله. وهيك خبز التنور خلص معي، وإن شاء الله بشوفكم بوصفة جديدة وسهلة.